وناخد بالنا برضو ان هذا المؤلف الاجنبي ده كان مواليد عام 1943. مم. يعني برضو احنا بنتكلم شخصية يعني كان لها اسهامات في الحقل التاريخ الاسلامي او التاريخ العربي. لا تقتصر على السلطان الظاهر بيبرس فقط، ليه اهتمامات اخرى بالتاريخ، الحروب الصليبية، العلاقات ما بين الشرق الاسلامي والغرب الاوروبي. ليه دراسات مهمة جدا بتتناول الامارات الصليبية اللي كانت موجودة في الساحل الشامي، وعلاقة هذه الامارات بالقوى الصليبية اللي كانت موجودة في غرب طب اوروبا. مش غريب يا دكتور أحمد إن كاتب أوروبي رد قومه الظاهر بيبرس في زمانه يكتب عنه بهذه الطريقة وبهذا الإبهار ويسميه أسد مصر؟ هو مش غريب على شخصية زي هذا المؤلف إن يتناول شخصية الظاهر بيبرس، لأن هذا الرجل اطلع على الوثائق اللي كانت موجودة في هذه الفترة. مم. جيت بصيت على الكتاب، نشوف مصادر حتى الكتاب، بنجد إن هذا الرجل اعتمد على مصادر معاصرة. وعندنا برضو في المصادر المعاصرة اعتمد عليها هذا الكاتب الأجنبي بيتر سراو. اعتمد على يعني محي الدين بن عبد الظاهر. ومحي الدين بن عبد الظاهر كان من يعني كان معاصر للسلطان الظاهر بيبرس، ومن من أشد الناس اللي كانوا معجبين جدا بشخصية السلطان الظاهر بيبرس. وفي عندنا كمان سيرة ابن شداد. مم. سيرة ابن شداد ده يعتبر من أبرز الناس اللي كانت موجودة في البلاط المملوكي في هذه الفترة، وكان شاهد عيان على الأحداث، ووضع سيرة مكونة من جزئين اللي وصل لنا الجزء الثاني منها. هذا المؤلف اعتمد على هذه السيرة، سيرة ابن شداد، الجزء الثاني اللي هو متاح. أما الجزء المفقود ده حتى ما وصلش لينا احنا كعرب أو مم. كمسلمين. هذا الرجل أيضا، أنا بتكلم عن المؤلف الأجنبي، اعتمد على السيرة الظاهرية اللي ألفها شافعي بن علي. وشافعي بن علي توفى إذن كان ليه كثير من المصادر يعني. المصادر العربية المعاصرة. يعني مم. هو أخذ من المصادر اللي هي كانت شاهد عيان على الأحداث في هذه الفترة أو في هذه المرحلة. وده بعكس مؤرخين كتير، يعني ممكن ياخد من المؤرخين المتأخرين، فدول بيبقى أبعد عن الحقيقة. يعني ممكن ينقل مثلا ابن تغربردي الأتبكي. ابن تغربردي ده يعني بنتكلم مات 874، يعني فترة متأخرة خالص. أو ابن إياس 930. لا، احنا وجدنا أن هذا الرجل في هذه الدراسة اللي تعتبر دراسة شاملة معمقة اعتمد على المصادر اللي كانت قريبة جدا من شخصية الظاهر بيبرس، ده بالنسبة للمصادر العربية. مم. المصادر الأجنبية اعتمد على المصادر اللاتينية اللي كانت معاصرة. في عندنا روبرت كاليري، فتح القسطنطينية، وغيرها من المصادر اللي ترجمت فيما بعد ونقلت إلى العربية. اعتمد على المصادر اليونانية البيزنطية اللي كانت موجودة في هذه الفترة، اللي هي طبعا كانت يعني بتختص بأسرة باليلوجوس في القسطنطينية. واتكلم باستفاضة على العلاقات اللي كانت موجودة بين المماليك في هذه الفترة والقوى الأوروبية. هنتكلم عن ده بالتفصيل إن شاء الله. تمام. دكتور، نبذة عن المترجم لهذا الكتاب وهو الدكتور قاسم عبده قاسم، ونظرة سريعة على منهجية هذا الكتاب وأهميته بالنسبة للباحثين والدارسين والقراء أيضا. أستاذنا الدكتور قاسم عبده قاسم ده يعتبر من أحد رواد التاريخ الإسلامي والوسيط في العالم العربي والإسلامي. دكتور قاسم عبده قاسم يعني بتعجز الكلمات عن وصف علم هذا العالم الجليل. أستاذ كبير جدا في حقل التاريخ الإسلامي والتاريخ العصور الوسطى. الدكتور قاسم عبده قاسم هو متخصص في التاريخ المملوكي بصفة خاصة. مم. وهو يعتبر امتداد لمدرسة الأستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور. الدكتور قاسم عبده قاسم كانت رسالته عن الحياة الاجتماعية في مصر في العصر المملوكي، وكانت رسالته الدكتوراه بتتكلم على النيل والمجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك. والاثنين تم طباعتهم كتب وصدروا. الدكتور قاسم شغل أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وليه العديد من الكتب المختصة بتاريخ مصر في هذه الفترة الصعبة والفترة الحاسمة. ليه كتب كتير جدا بتتكلم على التاريخ المملوكي، ليه كتب مترجمة من لغات أخرى كتير جدا، ما يقرب من حوالي 30 كتاب ترجم من اللغات الأخرى الأوروبية للغة يعني العربية. أعماله غنية عن التعريف بالظبط الدكتور كده. قاسم يعني. دكتور قاسم يعني طب ننتقل إلى الكتاب، يعني أهمية هذا الكتاب للباحثين. هذا الكتاب بيقدم رؤية شاملة عن شخصية الظاهر بيبرس، شخص يعني كان في الرق، ثم بعد ذلك وصل إلى سدة الحكم في مصر. بيتكلم على أصول هذا الأمير بيبرس وحياته في البداية، ثم بعد ذلك بيتناول تدرجه في المناصب حتى بلوغه السلطنة، ثم بعد ذلك بيتكلم على أهم أعمال هذا الرجل. وده اللي هنشير ليه فيما بعد بالتفصيل. الكتاب يعني بالمصادر اللي اعتمد عليها بيقدم رؤية متوازنة. مم. يعني بيتسم المؤلف من خلال المنهج المتبع في هذا الكتاب أو في هذه الدراسة بالحيادية والإنصاف.
هذا المؤلف بيبعد عن